نبدأ أخبار اليوم كالعادة من كرة القدم، والبداية مع أول ظهور للنادي الإفريقي خلال فترة التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، حيث استهل بطل تونس برنامجه الإعدادي بانتصار عريض على حساب فريق النجم الخميري بنتيجة 10 أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي احتضنها مركب التربصات بعين دراهم تحت قيادة المدرب الجديد ماهر الكنزاري. ورغم أن النتيجة لا يمكن اعتمادها كمقياس حقيقي لقوة الفريق بالنظر إلى الفارق الكبير في المستوى بين الناديين، فإنها تبقى مؤشراً إيجابياً على المستوى البدني والفني الذي ظهر به اللاعبون، خاصة أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء لم يكن تحقيق الفوز، وإنما الوقوف على جاهزية المجموعة وتجريب أكبر عدد ممكن من العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وأقيمت المباراة على 3 أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة، وهو ما منح الإطار الفني فرصة لتدوير كامل الرصيد البشري والاطلاع عن قرب على إمكانيات اللاعبين الجدد والشبان، إضافة إلى تجربة أكثر من رسم تكتيكي خلال اللقاء. وتناوب على تسجيل أهداف النادي الإفريقي كل من بسام الصرارفي، الصادق قديدة، ريان تاتاغو، بلال أيت مالك وهيكل المنصوري، بينما كان نجم المباراة دون منازع المهاجم الشاب حمزة المنصوري الذي خطف الأضواء بتسجيله 5 أهداف كاملة، موجها رسالة قوية للإطار الفني بأنه يستحق مكانا ضمن حسابات الموسم الجديد. كما شهد اللقاء المشاركة الأولى لعدد من المنتدبين الجدد على غرار، ياسين مرياح، معتز زدام، هيكل الشيخاوي وغسان المحرسي، حيث حاول المدرب ماهر الكنزاري منح الجميع فرصة متساوية لإبراز إمكانياتهم في إطار سعيه إلى تكوين صورة واضحة عن المجموعة قبل تحديد التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال الموسم. ومن بين النقاط الإيجابية التي يمكن استخلاصها من هذه المباراة الروح الجماعية التي ظهر بها الفريق، والرغبة الكبيرة لدى جميع اللاعبين في إثبات الذات، خاصة مع المنافسة الشديدة المنتظرة على المراكز الأساسية، وهو أمر من شأنه أن يرفع النسق داخل التمارين ويصب في مصلحة الفريق. ويبقى الأهم أن النادي الإفريقي بدأ تحضيراته بانتصار معنوي يمنح اللاعبين الثقة، لكن الاختبارات الحقيقية ستبدأ مع المباريات الودية القادمة أمام منافسين أكثر قوة، وهو ما سيسمح للإطار الفني بتقييم المستوى الحقيقي للفريق قبل انطلاق البطولة ودوري أبطال إفريقيا. وللتذكير فإن المباراة الودية القادمة للنادي الإفريقي ستكون يوم الأحد 2 أوت أمام النادي الرياضي البنزرتي بداية من 8:00 صباحا بمركب الترسبات بعين دراهم، وهي مباراة ينتظر أن تكون أكثر صعوبة وستمنح الجماهير فكرة أوضح عن مدى تطور الفريق تحت قيادة ماهر الكنزاري. وفي خبر آخر، تلقى النادي الإفريقي دعوة رسمية من المنتخب الأولمبي التونسي لاستدعاء كل من الصادق محمود وريان الجبالي للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام بمدينة تارنتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة بين 21 أوت و3 سبتمبر المقبل. وتمثل هذه الدعوة مكسباً جديداً للاعبين وللنادي، باعتبارها تعكس جودة العمل الذي يقوم به الفريق في مجال التكوين، كما تؤكد أن النادي الإفريقي يواصل تقديم لاعبين قادرين على تمثيل المنتخب الوطني في مختلف الأصناف. لكن في المقابل ستفرض هذه المشاركة غياب اللاعبين عن صفوف النادي الإفريقي خلال الجولتين الأولى والثانية من منافسات البطولة الوطنية، وهو ما سيضع الإطار الفني أمام تحد جديد لإيجاد البدائل المناسبة، خاصة أن الصادق محمود يعد من العناصر المهمة في وسط الميدان. ويبقى تمثيل المنتخب الوطني شرفاً لأي لاعب، كما أن مثل هذه المشاركات الدولية تمنح اللاعبين خبرة إضافية ستنعكس إيجابياً على مستواهم عند العودة إلى الفريق. أما بخصوص الميركاتو الصيفي، فقد واصلت إدارة النادي الإفريقي تعزيز صفوف الفريق، حيث نجحت في التوقيع مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانك بعقد يمتد ل3 مواسم، في صفقة تراهن عليها الإدارة والإطار الفني لإضافة حلول هجومية جديدة قبل انطلاق الموسم. ويبلغ اللاعب من العمر 26 سنة، ويشغل مركزي قلب الهجوم والجناح الأيسر، قادما من نادي الملعب المالي، فيما تبلغ قيمته التسويقية حوالي 310,000 دينار تونسي.
وقدم ناكانغ موسما مميزا مع فريقه السابق، حيث خاض 11 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، كما لفت الأنظار بمستوياته الجيدة في منافسات دوري أبطال إفريقيا، وهو ما جعله محل متابعة من عدة أندية قبل أن يحسم النادي الإفريقي الصفقة لصالحه. ويمتلك اللاعب مسيرة متنوعة، إذ تلقى تكوينه في إحدى مدارس التكوين بالكاميرون قبل أن ينتقل إلى فئة الشباب بنادي بورتو البرتغالي، حيث تورج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب سنة 2019، كما سبق له تمثيل المنتخب الكاميروني لأقل من 23 سنة. وخلال مسيرته الاحترافية خاض عدة تجارب خارج بلاده، حيث لعب مع أندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني، هلسنكي الفنلندي، كارابوبو الفنزويلي، قبل انتقاله إلى البطولة المالية، وهو ما أكسبه خبرة في مدارس كروية مختلفة قد تساعده على التأقلم سريعا مع أجواء البطولة التونسية. ويبقى الحكم النهائي على هذه الصفقة مؤجلا إلى حين مشاهدة اللاعب فوق أرضية الميدان، لكن المؤكد أن النادي الإفريقي يواصل العمل على تدعيم مختلف المراكز من أجل تكوين مجموعة قادرة على الدفاع عن لقب البطولة والمنافسة بقوة في دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الذي وضعته الإدارة والإطار الفني منذ بداية فترة التحضيرات. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي حملت العديد من المؤشرات الإيجابية مع بداية الموسم الجديد، سواء من خلال الانتصار العريض في أول مباراة ودية أو عبر مواصلة تدعيم الرصيد البشري بانتدابات جديدة، في انتظار بقية التحركات التي تعمل عليها إدارة النادي خلال ما تبقى من فترة الميركاتو. صحيح أن المباريات الودية لا يمكن أن تكون معياراً حقيقياً للحكم على مستوى أي فريق، لكن ما شاهدناه في أول اختبار يمنح الجماهير جرعة من التفاؤل، خاصة مع الروح الكبيرة التي ظهر بها اللاعبون ورغبة الجميع في فرض أنفسهم داخل المجموعة، وهو ما سيخلق منافسة قوية على المراكز الأساسية. ومثل هذه المنافسة لا يمكن إلا أن تكون في مصلحة النادي الإفريقي. كما أن قدوم عناصر جديدة إلى جانب المحافظة على عدد من ركائز الموسم الماضي يمنح المدرب ماهر الكنزاري خيارات أوسع لبناء فريق متوازن قادر على الدفاع عن لقب البطولة والظهور بصورة مشرفة في دوري أبطال إفريقيا، وهي منافسة تنتظرها جماهير الأحمر والأبيض بشغف كبير بعد سنوات من الغياب. لكن في المقابل يبقى العمل الحقيقي قد بدأ الآن، فالجماهير لا تبحث فقط عن نتائج المباريات الودية، بل تنتظر رؤية فريق يمتلك شخصية البطل ويحافظ على عقلية الانتصارات التي صنعت لقب الموسم الماضي. والأسابيع القادمة ستكون حاسمة أمام الإطار الفني لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وتصحيح كل النقائص قبل ضربة بداية الموسم الرسمي. وقبل أن نختم، لا تنسوا تحميل تطبيق الجمعية المتوفر الآن على هواتف الأندرويد عبر جوجل بلاي، حتى تبقوا على اطلاع دائم بآخر أخبار النادي الإفريقي والفيديوهات والبث المباشر للمباريات والإشعارات الفورية وكل ما يتعلق بفريق الشعب في تطبيق واحد. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا دعمه بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد أولا بأول. إلى أن نلتقي في فيديو جديد ونشرة إخبارية جديدة، تقبلوا منا أطيب التحيات، ودمتم أوفياء للنادي الإفريقي، ودمتم جميعا بألف خير.
سكور 3-0.
بلال يسأل على شكون ماركة البنطوات راهو بعيد على البلاصة، دونك الجوارات مش باينين بالكدا. راني عامل زوم في التليفون.